اللعبة اللي بتحبها دلوقتي ممكن بكرة تختفي أو تبقى كلها روبوكس. في استوديو على روبلوكس بيشتري الألعاب وبيمسح متعتها، والكارثة عنده دلوقتي 52 لعبة. عمرك حسيت إن لعبتك المفضلة فجأة بقت مملة أو باظت؟ فجأة اللعبة تتغير، نظامها بيتقفل حوالين الفلوس، وكل المتعة كانت فيها بتختفي. غالبا كده دوبك ستوديوز دخلوا في الموضوع. مين هم دوبك ستوديوز؟ الاستوديو ده اتأسس سنة 2020 على ايد جون سانتا من فلوريدا. بيدعوا ان هم بيساعدوا مطورين روبلوكس المستقلين عن طريق الشراء الكامل والتسويق والتطوير. بس في الحقيقة اللي بيحصل بعد ما يشتروا اللعبة بيكون مختلف تماما عن اللي بيقولوه. وفي ألعاب اشتروها اتغيرت للأسوأ، زي لعبة كرو كارتون. كانت لعبة زراعة بسيطة وجميلة، اتباعت وبقت فجأة مليانة عناصر شراء وجيم باس. وفيشس وستاستي تريب بعد ما اشتروها بقت تحولت تدريجيا لألعاب باي تو وين، يعني عشان تكسب لازم تدفع. وفي لعبة زي لعبة ستيل أبورنت، لعبة من إنتاجهم واضح فيها جدا ازاي اللعبة مبنية حوالين إن تدفع مقابل كل حاجة. لما تدخل على الموقع بتاع توبك ستوديوز الرسمي وتفتح صفحة الألعاب هتلاقي كارثة، 52 لعبة، يعني مش 5 ولا 10 ألعاب، لأ 52 لعبة هم شارينها أو متحكمين فيها. وده بيوضح قد إيه الاستوديو ده مش جاي يهزر. كل ما اللعبة تنجح فجأة تلاقيهم داخلين بعرض شراء، والمطور الصغير قدامه يا خيارين: يا إما يبيع يا إما اللعبة تختفي. في قناتي الرسمية مذكور إن توبيك ستوديوز قدموا عرض شراء تيتريلز، والمجتمع على ريدت اتأكد إن المطور رفض. وكمان على الفانتوم وصفوا إنهم بيشتروا الألعاب الناجحة وبعدين يستهلكوها تجاريا لحد ما إنها تموت. وفي مقاطع منشورة بتقول إن العرض وصل ل835 مليون روبوكس إن صح يعني، لكنه اترفض عشان المطور يحافظ على استقلال اللعبة وطابعها الأصلي. ورد الفعلين لا يعني رد اللاعبين كارثي، يعني الناس على ريدت كانوا واضحين جدا إن التعليقات زي بيقولوا بيخربوا كل حاجة يمسكوا فيها، بيشتروا الألعاب المشهورة ويحولوها لمشاريع فلوس مملة. وعلى اليوتيوب زي روبلوكس نيدز تو بان توبيك ستوديوز، يعني الناس زهقت والمجتمع بدأ يفقد الثقة فيهم تماما. هقول لك بقى المشروع بتاعهم ازاي بيطوروا الألعاب في خطة متكونة من 5 خطوات: يستنوا اللعبة تنجح، يشتروا المطور بعرض مغري، يدخلوا نظام الجيم باس والروبوكس في كل ربع. لا يبقى مبني على الدفع، الناس تزهق وتسيب اللعبة. يعني اللعبة تنفجر، دوبك يخش يدفع الفلوس يركب أنظمة الدفع، اللعبة تموت ونبدأ من جديد. حتى مطورين كبار انتقدوهم في تصريح من مسؤول سابق في سكوير انكس، قال ان كرو كارتن بعد التعليقات بقت سموهت ايفول، يعني ممكن تدفع الفلوس عشان تتقدم او تسرق شغل غيرك في اللعبة. يعني المطور كبير يقول كده يبقى فيه مشكلة حقيقية فعلا يعني. الخلاصة ان استوديو توبيك استوديو مش استوديو تطوير، هم شركة بتستغل نجاح العاب مستقلة وبيشتروا الالعاب ويضيفوا عناصر دفع يقتلوا متعتها ويبداوا يطوروا على الضحية الجاية. وهنا مش بيبنوا العاب عشان هم مش بيبنوا العاب، هما بياكلوا الالعاب اللي حصل لكل كارت ممكن يحصل لاي لعبة روبلوكس ناجحة تانية. وبس، شكرا. وكان معكم ميدو، ومع السلامة.